مساء الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فنانتنا النهاردة من نوع مختلف. فنانتنا النهاردة الفنانة الجميلة والكبيرة زوزو شكيب، الله يرحمها. تاريخ ميلادها 12 إبريل 1909. تاريخ وفاتها 14 سبتمبر 1978. توفت عن عمر يناهز 69 سنة. الله يرحمها ويرحم الجميع. اسمها بالكامل زينب شكيب، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة ميم شكيب. ممثلة مصرية، ولدت لأب يعمل مأمور باسم عابدين، وخالها إسماعيل صدقي باشا. بدأت حياتها الفنية على المسرح في دور صغير جدا في مسرحية الدكتور اللي اتعرضت عام 1929. ثم التحقت بفرقة الريحاني وعمرها 16 سنة، وشاركت معاه في العديد من المسرحيات والأفلام، ومن أشهرهم فيلم سي عمر. بعدها التحقت بفرقة فؤاد المهندس، وقدمت عدد كبير جدا من المسرحيات. من أشهر الحاجات اللي مش معروفة عنها إن هي شاركت في بروفات مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، لكنها ماتت قبل عرضها، وهو كان دور أمينة رزق، الله يرحمهم هما الاتنين. وفي السينما دخلت مجال الإنتاج عام 1945 مع شقيقتها ميم شكيب وزوجها سراج منير، وتنوعت أدوارها في السينما بين العانس والحما والمرأة الشريرة. قدمت 117 عمل فني، ومنهم البحث عن المتاعب، احترسي من الرجال يا ماما، لقاء هناك، فيفا زلاطة، دليلة والفك المفترس، المزيكا في خطر، شباب يرقص فوق النار، سكة العاشقين، رجب فوق صفيح ساخن، الحب المحرم، ابنتي العزيزة، خلي بالك من زوزو، الخمسين، الحائرة، أزمة سكن، شلة المحتلين، دنيا، مجانين بالوراثة، انت اللي قتلت بابايا، المراية، الرجل المناسب، موعد مع الحبيب، غرام في الطريق الزراعي، رحلة لذيذة، نهاية الشياطين، لا لا يا حبيبي، عريس بنت الوزير، إضراب الشحاتين، مطاردة غرامية، شهر عسل بصل،
شنبه في المصيدة. المساجين التلاتة. المتمردين. سيدتي الجميلة. العتبة الجزاز. أجازة بالعافية. أنا وهي وسمو. العسل المر. الزوج العازب. اسمتي. 6 بنات وعريس. قصر العشاق. الله يرحمها لأنها تركت لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنها، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.